السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الكريمات، أهلا بكم جميعا. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس كامل. إن شاء الله يعني الوصفة هذه تنال إعجابكم، راهي بنتها بنة يعني. نرحب بكم كامل ونرحب بكل الأخوات اللي دخلوا جدد. نرحب بكم وإن شاء الله تلقاو هذه القناة تعجبكم وتلقاو فيها واش راكم حابين، وكتبوا لي تعليقاتكم إلا كان حابين وصفات معينة نجتهد ونديرها لكم بإذن الله. اليوم البنات قبل ما نبداو نصليو على النبي عليه الصلاة والسلام جبت لكم واحد الوصفة يعني تستاهل هذا الوقت اللي رانا فيه البرد لوح، كيما الطاكوس بصح هي يعني نجاتني خير وخير. شوفوا الوصفة واش فيها. نبداو بسم الله. فيها كاس سميد يكون رقيق، فيها كاس ونص تاع يعني فرينة، وفيها ملعقة نتاع، شوفوا الملعقة راهي صغيرة اللي ناكلو بها الديسير. درت ملعقة نتاع الحليب بودرة، درت ملعقة نتاع سكر، ملعقة تاع خميرة الخبز، هنا نص ملعقة تاع خميرة الحلوى، ونص ملعقة نتاع ملح. هذو هما المكونات ولا النواشف. ونزيدو لهم ربع كاس تاع زيت، انا درت زيت الزيتون يعني من الافضل البنات لانه صحي ومش راح خلاص تشموا ريحته في هذا الطبق هذا، فهمتوا؟ وديروا زيت زيتون وعينيكم مغمضين. هنا نخلط مليح هذه المكونات كامل مع بعضهم ندخلهم، وراح نجيب هنايا كاس تاع ماء دافي، ماشي يعني سخون بزاف، دافي. كاس تاع، شوفوا الكاس اللي درتو راه 220 مليلتر تاع ام وليد، هذاك اللي مشهور. خلطت هنا قداش دايري كاس وربع. هنا سا ديبون يعني الفرينه تاعكم ولا السميد تاعكم. المهم تتحصلوا على عجينه طريه، تلموها تعجنوها هكذا واحد 5 دقائق هكذاك ولا 2 دقائق ونص، ولا المهم حتى تتحصلوا على عجينه طريه وكيما نقولوا حنا ملساء، ماشي راح تعجنوها تلموها هكذا تعجنوها ترطاب معاكم برك البنات، وتحطوها تخمر حوالي نص ساعه. هذاك هو تروحوا توجدوا الحشو، يعني راح تجيكم قد مش رايحين يعني تضيعوا وقتكم. ولا العجينه من جهه راهي تخمر وترتاح، وانتم راكم توجدوا في الحشو تاعكم. هنا قلت لكم معني عجنتها غير شويه برك البنات، قسمه ولات لي هكذا ملساء، وليت حطيتها هنا غطيتها، ورحت ندير الحشو تاعي اللي واش فيها البنات. تبعوا برك معايا واللي وصلت حتى لهنا ما دارجليش جام ديري جام اختي الكريمه، ديري تعليق محفز، ديري يعني بارطاجي في الوصفه رجاء، يعني نطلب منكم هذا الطلب باش القناه تاعي توصل لاكبر عدد من الاخوات الكريمات. هنايا درت واحد فلفل حلو، يعني راس فلفل حلو متوسط، ودرت هنايا حبه بصله كما راكم تشوفوا قطعتهم يعني مكعبات صغيره، ونحطهم يعني دوك كيما نقولوا كي نكمل معاكم تشوفوني واش راح ندير. تبعوا برك معايا ما تزابيوش، فهمتوا؟ درت هنايا حبه بصله وحبه تاع فلفل حلو هكذا. هنايا حوالي 2 ملاعق تاع زيت زيتون دايما هكذا، نحطهم على نار متوسطه ونبقى نخلط. هنا اضفت شويه تاع الملح. ديروا حسابكم بلي راح المكونات اللي راح نديروها شويه تاع الجبن مبشور والجبن الطري راهم مالحين، يعني هنا ما تملحوش لا فاخس تاعكم يا اخي. هنا بعد ما ذابت ولا ذبلت معايا هذيك البصله والفلفل، راح نضيف هنايا ربع الصدر تاع دجاج، فهمتوا البنات؟ مش يعني كميه كبيره، ربع برك تكفيكم، وليش حتى اقل لان الحشوه وفيه البصله فيه الفلفل، يعني راح يكفيكم ويوفيكم ويفضل. تخلطوا هنايا درت توابل فلفل احمر، ودرت يعني حلو، درت كزبر، كمون، زنجبيل، استغفر الله ربي ما درتش زنجبيل، كمون، ودرت توابل الدجاج، وثاني معاهم فلفل اسود. ما تكثروش فلفل اسود، ديروا غير شويه. تخلطوا مليح هكذا المكونات. هنا راح نضيف لهم شويه نتاع تبعوني دوك تشوفوا واش راح نضيف. طماطم مرحيه مع 3 حبات ولا سنات تاع ثوم، فهمتوا؟ حبه طماطم متوسطه مع 3 سنات تاع ثوم، ونخلطوا حتى يتشربوا هذيك كيما يقولوها لاصوص هذيك. ومن بعد راح نضيف شويه تاع دبشه مقطعه كيما راكم تشوفوا، وشويه تاع هريسه اكيد باش تجيكم بنينه وحاره. الهريسه راهي ما كثرتش البنات، تحبوا تكثروا نتوما واش حبيتوا. نخليوهم هكذا النار راهي متوسطه البنات، تخلطوا ومن بعد راح نطفيو عليه وتخليوه يبرد جانبا. الحشو راهو يعني حطيته يبرد، ما نديروش سخون يقعرنا العجينه البنات. وهنايا جيت العجينه تاعي قطعتها على 5 قرص، وشوفوا هذوك لي شيت اللي قاعدوا راح يزيدوكم يديروا قرصه، يسمى هنا راح يدير لكم 6 البنات. هذه الكميه اللي درتها لكم راح دير لكم 6 يعني،
تكفي وتوفي الغدا من يعني العائلة من 4 ولا 5 أفراد، تكفيكم يعني تجي كيما يقولوا لارجومون كافية. نديرو هكذا الكروس تاوعنا ونحطوهم ثاني يرتاحوا، مش يرتاحوا هكذا، تغطيهم باش ما يديروش هذيك القشره من فوق، وتبداي تفارسي فيهم. هنا تقرصوهم، شوفوا يعني اذا عندكم السمك تاع العجينه تقرصوها على ورق تاع الطهي، تقطعوه مربع ولا مستطيل كيما راكم تشوفوا. هذا راح يسهل عليكم باش تقلبوها برك البنات، ماشي زعما ما تعرفوش تقرصوا. ولا هو صح المبتدئات ننصحكم ديروها. تقطعوا لها الحواشي دوك تخبيهم، من بعد تلموهم راح دير لكم قرصه يعني معتبره كيما القرص الاخرين قد. نديرو هنا شويه جبن تاع الطالي يعني اللي عندكم اللي تحبوه، كيف النص تاع القرصه قد كيما راكم تشوفون. نظن هو الفيديو يشرح نفسه. ونديروا لافاغ تاعنا كونوا شويه كرماء يعني كثروا، راح يجيكم بنين يهبل. ومن بعد نزيد شويه تاع جبن مبشور هنايا اللي عندكم واللي تفضلوها تاعكم يعني اللي دائما تشريوه. انا دائما ندير نابولي يعجبني ويجي يذوب ويجي بنين ما شاء الله. هنا لا مارك كيما نقولوا واش حبيتو ديروا. هنا شويه نضغط على الحواشي. شوفوا يعني الورق الطهي فاش يساعدنا انك تقلبي تقلبي هكذا العجينه، وثانيا باش تحطيها في المقله اللي راح طيبي فيها ولا طاجين ولا المهم فيها حبيتي طيبي. هكذا نضغطوا شويه، تحبوا ديروا شويه مع الحواشي البنات عادي باش تلصق معكم العجينه فوق بعضها. هنا درت هنايا فيها الطاجين صغير هذا، يعني يكون من الاحسن يكون تيفال ولا يكون شويه ثقيل. نديروا فيه شويه كميه صغيره تاع زيت برك باش يطيب لكم هذا نقولوا تاكوس موش تاكوس، باش يطيب لكم احمر، فهمتوا؟ كميه الزيت مش بزاف، مغرفه بركه، مغرفه كبيره. هكذا نقصوا النار يعني كما يقولوا يطيب على نار هادئه باش ما يجيكمش معجن البنات. ومن بعد تخليوه يتحمر وتقلبوه. شوفوا البنات انا يعني عذرا راني نصور بنفس اليد ونقلب بها، فهمتوا؟ الاخرى الرينج لايت ما قدرتش نحطها هنايا، وسما راني نصور بيد ونعتلكم بيد، فهمتوا البنات؟ اعذروني باش من المفروض يكون التصوير احسن من هكذا. وشوفي الجوانب البنات كيفاش ديروا لهم هكذا باش يحمروا معكم، تحطوهم بركم يوقفوا نورمال ولا بقاو حيكمينهم هكذا باش يتحمروا ويجيكم يعني خير وخير، فهمتوا؟ دائما راهي كميه الزيت مغرفه، حتى كون تنشف معكم زيدوا شويه برك بهذيك بالبانسو، طليوها بالبانسو برك باش ما تجيكمش يعني تقهم. شوفوا هنايا يعني نقلبوا الحواشي كامل باش يعطينا هذاك اللون الباهي. شوفوا البنات حبيت نزيد معكم هنايا قرصه، خاصه اللي مبتدئات وراهم يخافوا من هاد الحوايج، راهي ساهله ماهله البنات. نقول لكم برك ديروا هذاك ورق الطهي على شكل مستطيل ولا مربع، قرصوا فوق العجينه تكون رقيقه، نحيوا الحواشي هذوك لكم خبيوهم باش من بعد تحصلوا بهم على قرصه زايده. يعني احنا تحصلنا احنا درنا 5 قرص بس هذو اللي شيت راحين كي تلموهم يعطيكم قرصه تسمى 6 قرص كافيه وافيه وتشبعكم وكلش. هنا نديروا الجبن تاع الطالي في النص، لافاغ تاعنا ثاني فوق هذاك الجبن، نزيدوا شويه تاع جبن مبشور، نرقوا هذوك الحواشي شويه. تحبوا ديروا الماء، هذه المره انا هاني درت الماء. تقلبوا بهذاك الورق كما راكم تشوفوا يعني نورمالمون الفيديو راهو يشرح في نفسه البنات. نديروا شويه ماء هكذا ومن بعد نقلبوا بمساعده ورق الطاهي، يعني راح يكون يعني مساعد ليكم هكذا. تسكروا على الحواشي كما راكم تشوفوا وتروحوا تقلبوها بواسطه الورق، تهزوها كيما راهي تقلبوها. قلت لكم انا راني نصور بيد ونحط بيد، عذرا البنات. وتخليوها طيب على نار قلت لكم ضعيفه، خلاص تقلبوها منا ومنا على الحواشي، تتحصلوا على يعني فطائر محشيه ولا اروع. بنتهم بنا البنات والله العظيم، غير دوك تشوفوا النتيجه بنفوسكم وكي تجربوها راح تعجبكم اكيد اكيد اكيد، مش راح تعبكم. في نص ساعه تقدروا توجدوها، يعني ساعه غير ربع تكوني محضره غدا لوليداتك ولا عشاء ولا المهم، ولا تحبوا تخرجوهم معكم في نزهه. الربيع راهو يعني ما شاء الله تخرجوا هكذا تديهم معكم تاكلوهم يعني وانتم فرحانين. شوفوا البنات جربوها واكيد اكيد راح تعجبكم. انا يعني عجبتني، عجبت الولاد للامانه. البنات شفتها عند الشيف غانو، اخي تعرفوا وصفاته ما شاء الله، قلت نطبقها وفي دقيقتها رحت درتها جاتني ما شاء الله. وهو تعرفوا وصفاته غنيه عن كل تعريف. انا جامي ندير حاجه ونقول تاعي، انا نحب كي نشوف كي ندير حاجه نبارطاجيها مع اخواتي باش يستفادوا منها. شوفوا لي هذاك المنظر الجميل، جات ولا اروع. هذه الاولى خلاص، من بعد في الثانيه والثالثه راح يجيو شوفوا النتيجه النهائيه. يعني ظهني ضقت لكم البنات في مكانكم، جيت تهبل شهيتكم في الجنه. وان شاء الله تجربوها راهي سهله ماهله. شوفوا لي ديك
البنة وهذاك الحشو يعني اللذيذ. نتلاقاو في فيديو جديد، وصفة جديدة البنات. يعني نتمنى منكم تبارطاجيو وصفاتي وتكونوا داعم لخوتكم أماني، وإن شاء الله نفرحكم بوصفات. يعني اكتبوا لي تعليقات محفزة. شكرا لكم على المتابعة. هنا خلاص الفيديو تاعي. نتمنى لكم فرجة ممتعة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين.